هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده انطلب مني اهو عن ازاي نقضي الاجازه او العطله الصيفيه اللي احنا فيها. دي تاني وانا اعمل الفيديو ده. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكركم على تعليقاتكم الحلوه والكلامكم الحلو ده، دايما بيحفزني وبيدعمني وبيخليني اصور فيديوهات تانية. مش عايزه اطول عليكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو واشتركوا في القناه وتاخدوا عصر احمد تحت الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. انا كاتبه كل حاجه في النوت بوك دي، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه واللي لازم نعملها سواء كان في الاجازه او من غير الاجازه في الدراسه حتى، هي حفظ القران الكريم. لازم ان احنا نحفظ جزء من القران الكريم ولو 5 ايات كل يوم. يعني انا الحمد لله في الايام دي بقيت احفظ جزء كل يوم من القران الكريم ولو 5 ايات بس. يعني ده هيفرق معانا لما تكون الاجازه خلصت ونلاقي المحصله كبيره ونلاقي ان احنا حفظنا قدر كبير والحمد لله من القران الكريم. فده هيفرق معاك. ولو انت حافظ القرآن الكريم كله بسم الله ما شاء الله، حاول انك تعرف معاني السور في القرآن الكريم وتدبر الآيات. بس هو ده أول خطوة وهي حفظ القرآن الكريم. تاني حاجة، لو انت بتحب الرسم والفن زي كده وزي ناس كتيرة جدا في العالم، حاول انك تتعلم الرسم. شوف انت بتحبي ترسم اي نوع من انواع الفن. يعني مثلا بتحبي ترسم الطبيعة، بتحبي ترسم مثلا الاشخاص، شخصيات الانمي. شوف انت بتحبي ترسم اي نوع وتعلم الرسم. السوشيال ميديا بقت مليانة فيديوهات تعليم الرسم زي اليوتيوب، تيك توك، انستجرام، اي حاجة من دول بقت موجود عليه فيديوهات تعليم الرسم. تعلم الرسم خطوة بخطوة، واوعى تيأس. اوعى تفكر ان مثلا رسمك ده مش حلو خلاص انا ما ينفعش في الرسم ده. اوعى تيأس، كمل واستمر. واصلا الرسام كان في الاول ما كانش بيعرف يرسم كويس، بس هو ما يأسش في الموضوع وكمل واستمر وبقى يتدرب. الرسم هو انك تتدرب على الرسومات اللي انت بترسمها، وانت بتتدرب على طول ان شاء الله هتتقن الرسم كويس. تالت حاجة وهي قراءة الكتب والروايات. لو انت مثلا بتحب انك تقرا كتب وبتحب القراءة عامة، اقرا كتب وروايات. كتب بقى عن اي نوع انت بتحبه، مثلا عن المعلومات العامة يعني معلومات عامة. مثلا تحب تقرا عن الفضاء، اقرا عن الفضاء، الحيوانات كده، فاهمين؟ فاقروا كتب. وبرضه لو انتوا بتحبوا الروايات اقروها في الاجازة، دي فرصة متتعوضش. اي نوع كتب، اي نوع روايه، اي نوع، اهم حاجه انك تقرا. ممكن انك تقرا كتب دينيه، كتب معلومات عامه. معلومات عامه فيها كتير جدا. ونصيحتي اوعى تقرا روايات ايام الدراسه. ممكن الروايه تشدك وفي الاخر تكمل معاها وتنسى الدراسه خالص، فكده هتعطلك عن المذاكره. فقراءه الكتب والروايات الحاجه دي انا بحبها قوي. وهي لو انت بنت، صانع اكسسوارات. بجد المهنة دي بقت منتشرة جدا وبقى كل الناس بيعملوها، وكمان بقوا يخلوها مصدر المال، يعني مصدر لكسب المال. حتى لو مش هتخليها مصدر لكسب المال عادي، ممكن انك تخليها هواية عندك عادي. اكسسوارات انواع كتير، يعني الاكسسوارات انواع والوان واصناف، بجد حاجات كتيرة جدا. منها صنع اكسسوارات بالخرز، ودي ابسط انواع حرفيا. في افكار كتير على بنترست، صور كتير ممكن انك تاخدي الهام منها وتبداي انك تصنعي اكسسواراتك بنفسك. وزي الصورة دي حرفيا انا شفتها وقلبي بصوا كده، هو دخلت قلبي بسرعه كده. قلت انا ممكن اعملها لنفسي في البيت، ايه المانع؟ هي بس لولي وشريط ستان، بس سهله جدا ممكن انك تعملها في البيت. حتى انا جبت خرز، علبه كده، وحطيت فيها خرز زي ما انتم شايفين. حرفيا دي حاجه حلوه جدا وانا مستمتع بيها. اعملوا اكسسوارات في البيت هتستمتعوا جدا. اخر حاجه وهي انكم تجربوا وصفات بسيطه وغريبه في نفس الوقت. التيك توك مليان فيديوهات وصفات، وحتى احنا بنشوف ساعات وصفات بتطلع ترند كده مره واحده. جربوها. ما بقولكمش على الوصفات اللي محتاجه مكونات كتير قوي، يعني انا بقول بسيطه بس في نفس الوقت مثلا مكونين غريبين مع بعض لما تحطهم يديك طعم خرافي. جربوا الوصفات دي في البيت، مش هتخسركم اي حاجه، وبجد هتستمتعوا. ممكن انكم تجربوا وصفه وتكونوا اعتمدتوها كل يوم وبقيتوا تعملوها. جربوا وصفات في البيت. وبس كده، دي الافكار اللي جمعتها لكم وقلتها لكم في فيديو النهارده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، كمان تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تقولوا لكم تحت في التعليقات وقولوا لي افكار فيديوهات اعملها ان شاء الله الفتره الجايه. وبس بحبكم جدا زي اخواتي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.